السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. كل سنة وانتم طيبين. بدأنا نعمله حلويات رمضان زي ما انتم شايفين كده. وصفتنا النهاردة جميلة جدا، رح نعمل الجلاش بالكنافة. طعمها جميل جدا ولذيذ بجد يا جماعة. ما خدش معايا 10 دقايق. طريقتها سهلة خالص وبسيطة وجميلة. زي ما انتم شايفين كده. الشكل والطعم واللون بيتكلم على نفسه. بجد من الحلويات الجميلة هي الجلاش بالكنافة، اللي بتحبيها جدا في البيت وبيحبوها أطفالك. يلا نسمو بسم الله ونشوف وصفتنا على طول. زي ما انتم شايفين كده نبدأ أول حاجة أن نعمله السيرب أو الشربات بتاع الجلاش بتاعنا. حطيت من كوبايتين من السكر وهحط عليهم كوبايتين من المية. أنا حطيت كوبايتين السكر وبعد كده أروح حاطة كوبايتين المية، أحطهم على البوتاجاز. وبعد كده أروح حاطة نص ليمونة وأسيبهم منه يتقلوا وأروح طافية عليهم. زي ما انتم شايفين كده أنا عايزة السيرب بتاعي أو الشربات بتاع الجلاش يبقى تقيل. أروح على طول على كده نحضّر الكنافة بتاعتنا. وزي ما أنتم شايفين كده أنا طلّعت نُص كيلو كنافة، وهادعكه قدّامكم وأقطّعه وأخلّيه ناعم خالص معايا عشان خاطر الحشو بتاع الجلاش. هو أنا مطلّعاه من الفريزر يا جماعة، اتفرَك معايا بسرعة، ما خدش معايا مدة خالص، يعني بقي إن ناعم معايا بسرعة. أجيب طاسة وأحطّهم في الطاسة. زي ما أنتم شايفين كده حطيتهم في طاسة، وبعد كده هاحط عليهم نُص كوباية سمنة، وأقلّبهم حلو وأروح حاطّاهم على البوتاجاز. أنا حطيتهم على البوتاجاز زي ما أنتم شايفين، وأقلّبهم حلو. أهم حاجة تقلّبي حلو عشان ما يتحرقش منِّكِ. إحنا عايزين اللون الدهبي في الكنافة بتاعتنا، يدّينا لون حلو كده، لون دهبي. وبعد كده أروح طافية عليه البوتاجاز زي ما أنتم شايفين. اللون الدهبي الجميل ده يا جماعة ما شاء الله عليه، الكنافة ريحتها جميلة جدًا. بعد كده نروح جايبة زي نُص كوباية عسل من السيرب اللي إحنا عملناه بتاع الجلاش، ونروح حاطاه فيه. وجهزت معانا على كده الكنافة. مفيش غير أحط لها على كده الشربات وأقلبها حلو. هاحط لها شوية مكسرات حلوين كده وتبقى أحلى حشوة للجلاش. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله عليه. أنا راح أحط لها فول كنت منعماه في الكبة، وأحط لها جوز الهند. حابة أنتِ تحطي أكتر من كده مكسرات حطي براحتك أنتِ. جميلة جدًا الحشوة ديّة للجلاش، بتخلّي طعم الجلاش جميل جدًا. وزي ما أنتم شايفين كده أنا حضّرت الجلاش معايا وحضّرت الحشوة اللي عملناها سوا، وحضّرت هنا كوباية سمنة. أدهن الجلاش بتاعي بالفرشة زي ما أنتم شايفين، دهنة جميلة كده عشان يطلع معانا مورق الجلاش وجميل جدًا، ويبقى مستوي من جوّه وطعمه جميل. تدهنيه دهنة حلوة كده بالسمنة أو الزبدة. بعد كده أجيب الخلطة اللي عملناها سوا ديّة الجميلة ما شاء الله عليها، الحشوة جميلة جدًا وريحتها جميلة، ونروح حاطة في الجلاش على الجنب كده، ونروح حاطة بالمعلقة. أنا طبعًا محضّرة صينية عندي، كل ما أعمل واحدة وألفّها وأحطها. زي ما أنتم شايفين كده أجيبها من الطرف كده وتلفّيها، تاخدي طبقتين من الجلاش وتلفّي عشان تطلع معاكِ تقيلة كده وجميلة، وتكون كمان ساندة نفسها. لو كانت في واحدة من تحت والّا من فوق مقطوعة تسند التانية. الواحدة بس من تيجي تلف الجلاش بواحدة بس بتبقى خفيفة، وممكن تحملش معاك وتتقطع بسرعة، على الاتنين حلوين بتبقى تقيلة معاك وتعرفي تلفي حلو. زي ما انتوا شايفين كده سهلة جدا الجلاش بالكنافة يا جماعة، ولفتها سهلة خالص. أنا طبعا راح أجيب صينية أكبر من ديت عشان حاسة إن الصينية صغيرة، عشان أعرف ألف الجلاش كله بتاعي بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. طبعًا أنا الصينية بتاعتي يا جماعة مدوّرة. أنتِ لو عندِك الصينية بتاعتِك طويلة طول تحطّي الواحدة بطولها ومنها تخلّصي خالص تقطعي. بس عشان أنا الصينية بتاعتي مدوّرة راح أقطعها قبل ما أحطها في الصينية، زي ما أنتم شايفين كده عشان تبقى كلّها سوية بعضيها. الصينية دي اللي راح أعمل فيها يا جماعة. لو أنتِ حابة أنتِ يكون عندِك الصينية بالطول كده تحطّي الجلاشة بتبقى طويلة، ومنها تخلّصي الجلاش كلّه تقطعيه. طبعًا أنا راح ألِف الجلاش بتاعي عشان ما أطوّلش الفيديو عليكم وأخلّصه. وزي ما أنتم شايفين كده خلّصت الجلاش ما شاء الله ولفيته كله وعملته بالحشوة كله بإذن الله. ما شاء الله عليه عملت لي صينية جميلة جدًا. طبعًا أنا رايحة أجيب نُص كوباية سمنة وأدهنه من فوق بالفرشة كده وأدهنه، زي ما أنتم شايفين بالفرشة كده تدهني حلو عشان يطلع معانا دهبي كده ولونه جميل. أنا شغّلت فرن البوتاجاز، وبعد ما أدهنه بالسمنة أروح حاطاه في فرن البوتاجاز، يدينا لون حلو كده وذهبي لون.
وما شاء الله الجلاش بتاعنا يستوى. وبعد كده اطلعه من فرن البوتاجاز ونحط له الشربات سوا. وزي ما انتم شايفين كده طلعت الجلاش ما شاء الله عشان اطولش الفيديو عليكم، وحطيت له الشربات. جميل جدا، اللون ديتي جميل، لون ذهبي كده وجميل. استوى معانا الجلاش. اتغطسي حلو كده وتحطي حلو شربات عشان يشرب حلو. ما شاء الله عليه جميل جدا يا جماعة. طبعا راح نسيبه مدة ربع ساعة يشرب من الشربات كده في الصينية. وتغطيه عشان يتشرب حلو كده. وخلصنا الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه. بعد ما خليته في الصينية ربع ساعة وكنت انا مغطياه، وبعد كده رحت حطيته في الطبق الكبير ده واقدم على طول بالطريقة الجميلة دي. الجلاش بالكنافة راح يعجبك لو جربتيه، سهل وبسيط وجميل جدا. ولو اول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس امرا حط لي لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.